اليوم وفي هذه الصبيحة المباركة جئنا كحرائر تبسة لأداء واجبنا، وهذا الحق المكتسب لكل جزائر وجزائرية، كل جزائري وكل جزائرية، أن نؤدوا هذا الواجب الوطني من أجل الجزائر الحبيبة، لأن الانتخاب يعتبر حق وواجب في نفس الوقت. لابد علينا أن نؤدي واجبنا ونطالب بحقوقنا، قبل كل شيء الجزائر تفوت قبل أي حاجة وقبل أي مطالب. إن شاء الله تكون هذه الانتخابات انتخابات خير على البلاد والعباد، ويكون واجبنا في محله ويكون حقنا في محله كجزائريين. الانتخاب طبعا واجب وحق كما قلت، إذا جينا بقوة للمشاركة الفعالة ورفع النسبة المئوية في المشاركة، حتى لما يكون الرئيس الذي إن شاء الله سوف ينال ثقة الشعب بعد هذه الانتخابات تكون له الشرعية الكاملة نحو وفي وجه العالم الخارجي بالدرجة الأولى وفي الداخل كذلك، لأن الشعب هو من يعطي الشرعية الكاملة، ولذا لازم علينا أن نؤدي واجبنا بكل قوة ونرفع من المشاركة. جئنا في هذه الصبيحة المباركة لأداء واجبنا وحقنا في نفس الوقت الانتخابي. نحن كنسوة وحرائر تبسة اللي معروف علينا أن في كل مرة نميل الكفة ونطلع نسبة المشاركة، هذا حقنا وواجبنا الدستوري، وهذا من أجل الجزائر منتصرة دائما وأبدا، ولإعطاء الشرعية لرئيسنا وجزائرنا الحبيبة. اليوم احنا في المركز تاع أول نوفمبر عقب العملية الانتخابية بصفتي طالب جامعي وتنظيم طلابي وممثل جامعة طلبة الشيخ العربي التبسي. نتمنى انه جميع الطلبة تخرج وتروح تقدم اصواتها وتشارك في العملية الانتخابية. ان شاء الله راح تكون ناجحة 100%، ونتمنى انه كامل المواطنين انهم يشاركوا في العملية من اجل جزائر جديدة، جزائر منتصرة. ربي يوفق الجميع، والسلام عليكم وشكرا. اليوم تنطلق عملية انتخابية وعملية انتخابية على مستوى مراكز ولاية تبسة. نحن اليوم متواجدون هنا لمعاينات ومطابقة مدى توفر العنصر البشري، توفر كافة الظروف. الحمد لله ولاية تبسة شهدت تغطية 100% لجميع المراكز، جميع المكاتب بتغطية 100%. كل الظروف مهيئة سواء مادية بشرية ولوجستية حتى البشرية أيضا لإنجاح هذا العرس الانتخابي الذي هو عرس الجميع، عرس الجزائر من أجل بناء جزائر جديدة، من أجل جزائر منتصرة إن شاء الله. هذا اليوم ستستمر على مدار إلى غاية الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله، وكلنا من أجل بناء جزائر جديدة، من أجل جزائر منتصرة. نشرع اليوم في عملية التصويت التي تقررت يوم 7 من سبتمبر، كان في الهدوء، كان في المسؤولية والاحترام المتبادل بعد حملة دامت لمدة 20 يوم. كل أدلى بصوته، كل أدلى بحملته في أجواء هادئة ومسؤولة. نحن كاتحاد عام للمجتمع المدني الجزائري قمنا بعمليتين: عملية التحسيس والتعبئة والاستنفار تحت إشراف المرصد الوطني، شملت 28 بلدية تحت إشراف المرصد الوطني. أنا جزائري، أنا أنتخب. في نفس الوقت كذلك قمنا بعمل يسير حسب قناعاتنا وحسب اختياراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أولا احنا سعداء اليوم بوجودنا في مركز الانتخابي لأداء واجبنا الانتخابي وممارسة حق المواطنة اللي هي واجب أساسي وحق على كل مواطن. إن شاء الله بوجودنا وبوجود الإخوة كلها راح نعطوا أكثر شرعية للعملية الانتخابية اللي إن شاء الله نتمنى أن تفرز لنا رئيس ذو شرعية كاملة، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. إن شاء الله الاستقرار للبلاد، إن شاء الله ينالها اللي يستحق المكانة هذه، وإن شاء الله بلادنا ديما بخير. جيت ننتخب على الرئيس، وربي يسهل إن شاء الله في بها وصعيد. آمين يا رب العالمين. جينا ننتخب في الانتخابات الرئاسية هذه، ونتمنى من الرئيس الجديد اللي راح يجينا يخدم الولاية هذه، تفكر شوية ولاية تبسة،
يكون من الناس اللي رانا محظورين في مشاريع، وان شاء الله يا رب يوفقوا ان شاء الله الرئيس اللي راهي جديد. ونتمنوا ان الناس تعاونوا لانه وحده راه ما يقدرش يخدم. جبت الولاد الشبيبه هذه باش تعرف الانتخابات، ونعودوا على الانتخابات ان شاء الله يا رب يحني الرئيس اللي راح يكون جديد ويكون في المستوى. الله يفرج والله ينوب علينا بالرئيس صالح، وشبابنا ضاع واولادنا ضاعوا، ونحن رانا ضايعين. من اللي خطتنا الطبه رانا في الهم، اللي دار يراعينا راه يمشي للجنه، واللي ما راعيناش نقسموا على الفوقاني. ولدي معوق راهو في الدار لا سكن لا. واش تقولي له؟ طبعا نقول ربي ينجحهم وربي يصلح لهم عينيهم من جهه الشعب والشباب. مبروك عليه، لا جاينا بالخير، مبروك عليه طول العمر. نقول له مبروك عليك وبالخير ليك ولينا والسلام. نتمنوا بالخير لينا وللبلاد، الله يصلح رايه. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.